ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم ويقعد الايام بخير، امين يا رب. رمضان جه اهو، وانت متعود زي كل سنه انك مش تتفرج على رامز، بس هوب يا دوب ما ينزل اعلان تلاقي نفسك جوه. واحنا النهارده بقى جايين نتكلم ان ليه رامز ما ينفعش ان يوقف المقالب بتاعته مع انها معروفه زي كل سنه. بس برضه تعالى معايا كده وهات اشربها لان الموضوع النهارده هيعجبك. سواء بتحب مقالب رامز او لأ فانت اكيد بتتفرج عليه، بس تعالى الاول نعرف مين هو رامز جلال وقبل المقالب كان ايه. بص يا سيدي، رامز جلال من مواليد 73، يعني دلوقتي عنده سكة 53 سنة، يعني مش صغير على البهدلة دي. المهم ان رامز ابن المخرج الكبير جلال توفيق، يعني الفن بيجري في دم العيلة كلها. درس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وده نظرا لحبه الكبير لفن التمثيل. طب ليه؟ عشان كان بيروح مع أبوه المسرح كتير لما كان هو صغير. ورامز قبل ما يدخل عالم المقالب هو كان سايب بصمة في مجال التمثيل، بس هو كان دايما بياخد دور السنيد، فاهمني؟ يعني اللي هو اللي بيسند البطل. بس الصراحة كان أحلى واحد يعمله في جيله، كان بيعمله حلو قوي، وكان فعلا ساعات بيشيل أفلام لوحده. ومن اشهر اعماله زي ميدو مشاكل مع احمد حلمي، وزي الباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، وعيال حبيبه مع حسن حسني وحماده هلال ومحمد لطفي. واللي هنا كان المخرجين بدأت تلاحظه وتعمل له افلام من بطولته زي احلام الفتى الطايش وشبه منحرف، ودول يعتبر من احلى افلامه عامه. لحد ما بيجي الرامز الباب اللي لما يدخله مش هيعرف يطلع منه ابدا، باب تأديب البرامج. قناة الحياة كانت معروفة في مصر في فترة من 2009 لحد ما رامز سابها في 2014 كده. المهم إن رامز كان كوميديان درجة أولى، وكان دمه خفيف فعلا قدام الكاميرا، والناس كلها فعلا كانت بتحبه. فالحياة كانت بتعرض عليه برنامج انه يسافر حول العالم ويروح كل حلقة بلد ويعرفك ايه اللي بيحصل فيها، مع شوية مواقف وطرائف كده الرامز، لانه فعلا خفيف على الكاميرا والناس فعلا زي ما قلت لك كانت بتحبه. فهوبا بينزل الموسم الاول للبرنامج على الفطار في رمضان، ومش عايز اقول لك ان فعلا البرنامج ده نجح لدرجة ان نزل منه الجزء التاني على طول السنة اللي بعدها. والبرنامج كان اسمه ايه؟ رامز حول العالم. فالناس طبعا حبت الموضوع قوي. فقرات الحياة تقول لك ايه؟ طب ليه ما نعملش حاجة كوميدية ورامز بيعرف يضحك؟ فالموضوع ده هيكون في صالحنا. فيبدأ وينزل أول برنامج مقلب لرامز، واللي كان اسمه رامز قلب الأسد. واللي كان بيميز البرنامج إن رامز اللي كان ماسك فيه كل حاجة، بمعنى إنه كان المقدم بتاعه، وهو كمان اللي كان بيكلم الضيوف، ده حتى كمان هو اللي كان بيغني التتر. فده كانت مصلحة في صالح البرنامج. وفكرة البرنامج اللي كان بيجيب أسد يحطه في قفص كده، بس هو ده البرنامج. وكانت بتضحك قوي ساعتها في 2011. فالناس بدأت تتعود إن رامز بقى دايما موجود على الفطار، ما برضه بقاله 3 سنين. فقرات الحياة بتقول لك ايه؟ طالما نجح اكتر، طب ليه ما يعمل مقلب تاني بس يكون اكبر شوية، واللي هو اسمه رامز ثعلب الصحراء. واللي كانت فكرته حلوة قوي انهم كانوا بيتخطفوا بس كده. بس الصراحة احداثه كانت حلوة، والصراحة العيلة كلها كانت بتستنى البرنامج ده كل سنة لحد ما في 2013 بتيجي وينزل البرنامج اللي في نظري لحد دلوقتي احسن برنامج لرامز، واللي كان اسمه رامز عن خامنئي. انا في حلقات عمري ما هنساها زي حلقة اوكا وارتيجا، ولا حلقة سعد الصغير. لا 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 لا، الحلقة دي انا ممكن لحد دلوقتي بقعد اشوفها واقعد اموت على نفسي بالضحك. واللي هنلاحظه ان كل سنه كل ما البرنامج بينجح الانتاج بيزيد عامه على السنه اللي قبلها، لحد ما يجي 2014 والبرنامج للاسف بيتباع لام بي سي مصر، زي ما تياترو مصر برضه اتباع. ما الحياه تعمل وام بي سي هي تشتري، وده لحد دلوقتي الحقوق كلها مع ام بي سي. بس طبعا الانتاج كله بيتغير، بيبقى انتاج اعلى بكتير، وكل مقلب المفروض انه بيكون اعلى من اللي قبله. في مقالب كانت حلوه قوي زي رامز قرش البحر، وفي مقالب كانت عاديه زي رامز مجنون رسمي، واللي كان عادي خالص ما فيهوش حاجه. بس تيجي تسال نفسك ليه رامز الوحيد اللي نجح في المقالب، مع ان في مقالب كانت بتحصل السنين اللي فاتت بس كان اخرها موسم او اتنين والناس الصراحه كانت بتزهق منها. يعني انت عندك مثال زي محمد فؤاد في 2014 على قناة الحياة، ودي كانت نفس السنة اللي رامز مشي فيها. الحياة حبت تعمل برنامج زي رامز، واللي كان بيقدمه مين؟ محمد فؤاد.
واللي كان اسمه فوشي في المعسكر، واللي فكرته ان الممثلين بتتخطف من دولة اللي ما بتسموش، وكان بيجي برضه في نفس ميعاد رامز على الفطار. بس عايز اقول لك ان البرنامج ده ما نجحش ب 3 جنيه. البرنامج ده جايز لو كان في ميعاد تاني كان هيتشاف، بس هو حرفيا كان بيجي في ميعاد رامز، ورامز بقى انتاجه اعلى بكتير، فكان كله بيروح لرامز، والبرنامج بيفشل، والحياة بتقرر تعمل مقلب تاني وبتجيب حد تاني. بتجيب مين؟ هاني رمزي. مش عارف ازاي ده هيعمل مقلب الصراحة مع احترامي ليه، بس هو اكيد مش هيكون في نفس حضور رامز، واللي بينزل 4 مواسم لحد 2019، وكل موسم بيكون اسمه مختلف، اللي هو نسخة من اسم رامز، زي هاني في الادغال، وهاني هز الجبل، وهاني في الالغام، واللي حرفيا ده محدش بيشوفه ابدا. بس هي محاولة من الحياة انها ترجع اي حاجة من ريحة رامز، عشان برضو المشاهدات ترجع تاني للقناة. بس الموضوع بيجيب نتيجة عكسية، الموضوع بيتقفل ورامز لسه مكمل مع MBC، وبالعكس كمان وزارة الترفيه في السعودية بقت راعي رسمي للبرنامج، فالإنتاج كان طاير في حتة تانية خالص. طبعا زي ما قلت لك رامز كان ناجح قوي في المقالب، وكان ناجح برضو قبل المقالب في الأفلام، بس ليه أفلامه اللي عملها ما كانتش ناجحة زي المقالب. رامز جلال عمل أفلام في فترة المقالب وكلها ما نجحتش زي المقالب. عمل افلام زي احمد نوردام، روضة متوحشة، وسبع البرومبا، والفيلم بقى اللي فشل ذريع بتاع اخي فوق الشجرة. فليه بقى كل افلامه دي وعلى شهرة رامز المفروض كانت تعدي توب ايرادات، بس ليه حصل العكس؟ اول حاجة بسبب ضعف القصة والسيناريو، اللي هو عشان رامز مشهور في المقالب فاي فيلم من رامز هينجح؟ لا طبعا، المفروض ده ما يحصلش، وده كان سبب كافي ان افلام رامز جلال تفشل. هو نجم في المقالب، لكن افلام من بعد 2009 فلا، رامز ما عملش فيلم عدل، ويعتبر ده بسبب ان الناس كانت حافظه رامز كمقالب مش كتمثيل. فعشان كده رامز ما ينفعش يعمل افلام ولا يوقف مقلب تاني. واللي ممكن يصلح الحوار ده انه فعلا يرجع يمثل تاني، ويشوف افلام بسيناريو كويس، ويشوف ادوار تليق بيه فعلا، ويختار ممثلين يعمل معاهم افلام فعلا تستحق المشاهده. ونيجي بقى للفقره اللي كان نفسي ونفسك فيها تعرفها من زمان، هل مقالب رامز حقيقيه ولا تمثيل؟ تعال بص يا سيدي نفصل الموضوع كده ونشوف. بص، هو كبرنامج فهو اكيد متحضر بنسبه 100%، واللي الضيف اكيد عارف انه راح يصور برنامج، لكن مش بيكون عارف تفاصيل المقلب هيكون ازاي. بس في ضيوف بتتوقع عادي انه مقلب، زي ما شيكابالا عرف ان هو مقلب من البدايه خالص ومسك رامز عجنه. والصراحه الحلقه دي الفطار باظ علينا، فده ممكن يكون توقع. فانت برضه عندك شويه حلقات ممكن يكون فيها تمثيل جزئي، ما انت برضه ممكن ممثل يقول لك انا مش عاجبني شكلي او انا مش راضي، فنعيد تاني، انت فاهمني اكيد. وفي اللي هو مش عايز يبين الشخصيه الجبانه منه، او مثلا مش عايز يبوظ الكاركتر بتاعه. ما انت عندك في ممثلين اكشن، فاكيد مش هيعمل مقلب ويبوظ تاريخه كله. زي ما قلت لك في شخصيات ممكن ما تتقبلش المقلب، زي هيفاء وهبي ساعتها لما ما سابتش حد في المكان الا وشتمت اللي جابه، وكمان رافع عليه على رامز. الباب يلا يا ولاد، صل على النبي، صل على النبي، بالراحه بالراحه بالراحه. ورامز راح يصالحها، فالدنيا في الاخر اتلمت في الاخر. فعشان الموقف ده ما يتكررش تاني فعملوا ان الضيف يكون عارف بالحب كده. ففي الاغلب مش كل البرامج الضيوف بتاعتها عارفه، بس هم عارفين طالما برنامج مع رامز يبقى اكيد هو مقلب، وساعتها المقلب بيحصل. فعلشان تحسبا لاي مشاكل بره البرنامج فاظن ان الضيوف هم في الاغلب يكونوا عارفين، وان كمان الضيوف بيكونوا مش اي حد، لازم الضيف يبقى ترند. وكمان من ساعه ما البرنامج راح MBC لازم على الاقل يكون في حلقتين فيه ضيوف من الخليج، ولازم حلقه بتاعت فيفي عبده زي كل سنه، ونفس الشتايم. بس الصراحه بس انا الحلقه بتاعتها لانها فعلا بتضحك. وانت اكيد في مره سالت نفسك وبتقول هو ليه رامز ما جابش اخويا ياسر جلال قبل كده؟ بس في احتمال منطقي. اول سبب الدراميه، ان ياسر جلال بنى نفسه كنجم ادوار جاده، بطل اكشن ودراما تاريخيه، وظهوره وهو بيصرخ في برنامج فممكن يأثر على صورته اللي هو تعب يبنيها سنين، ومش كل النجوم ينفع يدخلوا نفس اللعبة دي. تاني سبب ان المقلب قايم على عنصر المفاجأة، ولو رامز جاب اخوه الناس هتتعامل مع موضوع كلقطة عائلية، مش ده طبيعي، وممكن الجمهور يحس انه فعلا في تمثيل او هزار متفق عليه، واللي هو اكيد في فعلا في تمثيل. تالت سبب تجنب الجدال العائلي، برامج رامز دايما عليها نقد وهجوم، وان يدخل اخوه في اللعبه ممكن يفتح كلام كتير انه بيستغل اخوه او يتفقوا مع بعض، فالاضمن ان كل واحد يخليه في منطقته. بس في النهايه هل البرنامج تمثيل ولا لا؟ غالبا هو تمثيل،
والفعل ان الضيوف بيكونوا عارفين قبل ما يروحوا. وبس كده يا سيدي، اديني قلت لك ليه رامز ما ينفعش يوقف المقالب بتاعته، سواء اختلفت معاه بتحبه او لا. بس رامز جلال مش بس ممثل شاطر، هو ظاهره وتحدى فكره الكوميديا التقليديه، وحول الخوف والصدمه لموضوع فعلا مشاهدات وجدل ثانوي. الناس بتحبه وتكرهه في نفس الوقت، وده سر قوته، سواء كان المقلب تمثيل او حقيقه. المهم انه يقدر يخلي كل واحد فينا عايش لحظات كويسه مع العيله على الفطار. وفي الاخر السؤال ليكم يا جماعه، لو رمضان جه في سنه من السنين من غير رامز هيوحشنا ولا مش تفرق؟ فكروا فيها وخدوا بالكم لان مهما عملنا حسابات رامز دايما لازم يكون موجود على الفطار. وبس يا سيدي، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهات جايه. اشوفك على خير باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.